اهلا بكم الاخوات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في لاشين مره اخرى. اليوم جبت لكم حنشات اقتصاديين وبدون قلي، غادي نديروهم في الفرن ان شاء الله. تبعوا الفيديو حتى الاخر وغنديرهم البنات بالكاوكاو والمشماش والليمون المعسل. بقاو معايا حتى الاخر باش تكتشفوا الطريقه والمقادير. مرحبا بكم عندي، يلا نبداو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا عندي الالوان، عندي الليموني عندي الليمون معسل وعندي المشمشه البنات، وعندي الليمون ليمون طري كما كتشوفوا. العقده ديال الكاوكاو عندنا هاد. صراحه غادي ندمجوا هاد العناصر هادو غيعطيونا واحد المذاق يا سلام. غيجربوها ما غاديش تندموا ان شاء الله. ندوزو للمقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال العقده هذه اللي مليها البنات. عندنا كيلو ديال الكاوكاو الابيض، نصو كنسلقوه بالطريقه باش غنصايبو كاوكاو العقده، ونصو هو هذا كنديروا ليه معلقه الزيت وكنحمروه في الفران ولا نتوما تقليوه. يعني نص كيلو عقده ونص كيلو كنحمروه كاوكاو. عندي هنايا 2 معالق الزبده سبيسيال نوعيه جيده. عندي القرفه غنكه بها المشماش باش غنعسلو. عندي هنايا الليمون معسل واحد 2 معالق. تقدروا تشريوه راه تيتباع واجد، تقدروا تصايبوه. انا كنصايبوه في الدار. قشور الليمون تنعسلهم. كاينين دابا في اليوتيوب موجودين طريقات، بغيتو طريقتي نقولوها لي نخليها لكم. عندي هنايا تقريبا واحد 6 ديال المشماشات حتى ل 8 ديال المشماشات. عندي هنايا الليمون المربى ديال المشماش. عندي واحد الباديانه. الليمون هو باش غنعسل هاد المشماش ديالي. غنحتاج غير وحده حيت غنلقى فيها الماء. الروح ديال الزهر درته في العقده وبقى لي شويه غادي نديرو في الخليط. غادي نحتاج مسكه حره. غنحتاج البنات واحد المعلقه نكهه باللوز. صافي هنا كما كتشوفوا غادي ندوزو ان شاء الله الطريقه. عندي العقده، عندي العسل البنات هذا ديال نص كيلو شريتها، يعني ما صايبتش دابا العسل ما يعني على حسب الوقت. غير هذه نص كيلو راه كتقدنا، يعني ما كنحتاجوش الزيت باش نقليو وما كنحتاجوش العسل بزاف حيت هادو الفران ما كياكلوش العسل بزاف، ماشي بحال ديال القلي. عندي كيلو د العقده. ندوز للطريقه. غنعسل المشماش البنات ديروا له بحال شكل البرقوق. هنا انا راني طيبته شويه في الكسرونه غير غلا وعاود غير تشوفوه بدا كيرطاب. هنا البنات راه مطيب شويه على حسب الوقت، غير تشوفوه غلا وشويه في ديك الكسرونه نيت هي فاش طيبته. شفتوا بدا كتدخلوا شويه طياب، طفيت عليه النار صفيته. دابا غنعسلو كما كتشوفوا هنايا. عصير ليمونه وحده. غادي ندير واحد الباديانه وغندير السكر 2 معالق ديال السكر سنيده. انا غندير سكر طوبات غيذوبوا حتى هما بحال بحال. صافي هنا غنحاولوا ندخلوا داك. هانتوما التلاكتو البنات تخضروا به اللحم، عسلوه بهذه الطريقه كيجي زوين بزاف. نديروا 2 معالق ديال السكر سنيده، حنا ما توفرناش درنا الطوبات غيذوبوا. صافي هنا غنعسلوهم ونرجعوا باش نقطعوهم رقاقين البنات. نوصيكم فاش تسلقوهم سلقوهم شويه غير دخلوا حتى يدخلهم الطياب. درنا راس معلقه د القرفه، نتوما ديروا عويد القرفه. صافي غنخليه هنا يتعسل. هنا غنشد الليمون ديالي غنقطعو رقيق البنات. هنا غنشد الكاوكاو البنات اللي حمرت. هذا الكاوكاو هذا راني حاطاه لكم في بقلاوه حمرناه في الفران بحال هكاك. دهنيه بالزيت وديريه يتحمر. شري كيلو نص كيلو سلقيه وطحي. فاش تسلقيها البنات هذيك العقده راني طحنتها بربعه ديال سكر سنيده حيت هنا ما درناش سكر سنيده كاع. ضروري طحنوا هاد العقده هذه. طحنتها انا في الدار درت فيها ربعه ديال سكر سنيده. طحنوها في الهشوار او ان دو تخوا. حتى هذه اللي دابا اللي طحنت فيها الكاوكاو مقلي هي اللي طحنات ليا العقده. زيدوا معها ربعه ديال السكر سنيده مع العقده. ضروري زيدوا معها ربعه باش ما تجيكوش مسوسه باسله. هنايا داك الكاوكاو شتو يعني هرمشتو مزيان، ماشي معلك وماشي عتاني غليظ. ها نتوما رقيق شي شويه كيبان.
وتيجي باين لينا في الداخل مع العقده. هنا داك المشماش من بعد ما تأسل هو هذا البنات قطعناه رقيق، هو دابا راه هاري، راه غيتعجن لينا مع العقده. صافي غادي نديروه وغنعلكو مزيان، غيطلق داك النكهه ديالو البنات حتى فاش تيكون تيطاب في الفران، واحد الريحه زوينه بزاف كيعطي. غندير الليمون معسل حتى هو، سمحوا لي على التصوير، شويه جايه بعيده القصريه، لكن دابا تقرب دابا تكحز عندكم. هنا غادي ندير معلقه صغيره نكهه اللوز. هو البنات نورمالمون هاد الوصفه هادي او هاد لاروسيط باللوز، اللوز نص مثلا كيلو د اللوز، نص ديروه مقلي ونص ديروه عقده، كديروا معاه المشماش والليمون، وهاد لاروسيط كامله كتحيدوا داك النكهه د اللوز. هنا على حساب الغلا وهاد الوقت اللي قاصحه حنا كنحطوا يعني شي حاجه اللي بسيطه ويقدر اي واحد يديرها، حتى في الجمعيه الدروس كياخذوهم الناس، كنحاولوا نعطيوهم شي حاجه اللي تكون على قد كل واحد يديرها في ديورو ان شاء الله. هنا 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده. الزبده ضروري تكون نوعيه جيده باش كتعطينا واحد المذاق زوين. هنا البنات مسكه حره، دقوها مع شويه ديال السكر، ضروري يديروا مسكه حره في هذه الوصفه هذه باش كتهلكها من الداخل. صافي غنخويها في القصيعات ديالي. الطريقه باش كندقوها ساهله، كتذوب ما كتبقاش تبان. دابا عاد غنديروا المربى اللي كنا حطينا، 2 معالق د المربى في الاول. الا كنتو دايرين اللوز راه غير هادوك 2 معالق ديال المربى د المشماش راه كافيين، لكن كاوكاو نتوما عارفين تيشرب، كاوكاو كيبقى يشرب لينا. حنا غادي نديرو 2 معالق وغتحطوا ديك القرعه حداكم وغتبداو كتزيدوا حتى تتعلك لكم. ما نقدرش نقول لكم العبار شحال، انا حطيت في الاول 2 معالق، لكن لا روسيت ديال اللوز يعني 2 معالق قبصه الملح البنات ضروري ديروها. وهنايا داك الروح ديال الزهر اللي طحنت به العقده درتو في العقده ملي كانت كتسلق الكاوكاو، كثرت هنا اللي بقى. الا درتو باللوز البنات راه 2 معالق ديال المربى كافيين. علاش درنا المربى د المشماش؟ حيت حنا دايرين المشماش طروفه لداخل. صافي دابا ملي درنا دوك 2 معالق الاولين دابا غنبداو نضيفو حتى تجمع لينا العقده. صافي هنايا خصنا نحسو بها معلكه، يعني بالمجموع راه زات ليا هنا العقده شي 4 المعالق ديال المربى، هكا 4 المعالق كبار ديال المربى د المشماش، او نص كاس عنبه د المشماش، حيت نص كاس عنبه 4 ديال المعالق عبرتها انا عطاتني نص كاس عنبه. هنا ضروري تعلكوا مزيان وما تخليوهاش ناشفه، حيت كما قلت لكم كاوكاو كيشرب، وإلا كانت العقده ناشفه ما غاديش محنجات ما غيجيكمش ناجحين وغتبقى العقده تهرس لكم. صافي نعلكها مزيان حتى نحس بها كتجمع ليا البنات. هنا راه تجمعات كما كتشوفوا. انا ما زربتش الفيديو باش الاخوات يستافدوا معنا، خصوصا الاخوات اللي معنا كياخذوا تيكونوا في هذه الحصه هذه
كيبغيو يعاودوا يشوفوا الفيديو. كما كتشوفوا انا علاش علكتو كان اللوز ما غاديش نعطيه هذا الوقت كامل، لكن حيت العقده ديال الكاوكاو كتشرب، ما خصنا نتاكدوا منها انها معلكه. صافي هنايا كما كتعرفوا كاوكاو الابيض ما تيطلقش الزيت، كاوكاو الاحمر البلدي كرقيق هو اللي كيطلق الزيت، ما تخافيش منه، لكن هذا كيشرب. هنا غتاكدوا في الاول حربلوا الحربول، الا تحربل ليكم مزيان وشفتوها مطلوقه صافي دابا راه ناجحه. غادي ندوزو نشكلو. المهم حنا في الحصه راه ضروري كلشي كنوريهم انا جوج حبات، والاخوات خصهم يخدموا بيديهم باش يتمكنوا من الحاجه ويقدروا يطبقوها في ديورهم. هنا كما شفتوا كنقطعوا الورقه على 4. تقطع ليا داك المقطع الورقه البسطيله الحجم الكبير كنقطعوها على 4 صافي. وكنبداو نديرو داك المحنشه. انا دابا نصايب لكم حيده، وكنبداو كنروليو وما نزيروش. الا زيرتو غيطرطقوا لكم، خصوصا حنا دايرينهم في الفران. الا كانوا البنات مزيرين بزاف غادي يطرطقوا. ما تزيروش بزاف يديكم فاش تكونوا كتلويو. صافي هنا البنت كتوجد لينا الدقيق، او تقدروا تلصقوا بالبيض. هانتوما شوفوا انا ندير لكم وحده قريبه باش تشوفوا. كديروا واحد الحربول يكون رقيق البنات، شوفوا هانتوما ضروري يكون رقيق. ولا بقات كتهرس لكم ماشي مشكل، ما تخافوش منها، حيت هي ماشي غير عقده، دايرين شي العقده بوحدها، عقده ومعها كاوكاو يعني مطحون باين. ضروري ما غتهرس لكم، ما تكونوا كتحربلوا ما تخافوش منها. هنا كما تشوفوا عندي واحد الورقه نوريكم طريقه عن قرب. هاي حتى هذه ما مزيراش، يعني راه كلشي كيخدم. هنا هذه ما مزيراش محلوله شويه، غتحليها في الفران. هنا غنوريكم وحده راه كان التليفون كيصور وحنا كنخدموا. اللي كان طويل البنات عاد حتى نقصت منه شويه. هانتوما ما تزيروش بزاف يديكم، غير هلوي وما تزيروش. نتوما بقاو غاديين غير مع اللويه بحال هكا صافي. هادو البنات راه وحده جات كبيره، وحده دارتها غليظه، وحده دارتها رقيقه، وحده دارتها. المهم هنا كنديروا الطحين قبلوا علينا وصافي، حيت ماشي يد وحده. فاش تكون يد وحده اللي خدامه راه كيجيو كلهم بحال. دابا نوريكم الصور في الاخير ديال محنجات مصايبهم انا في داري، يعني ديال اللوز وديال الكاوكاو. انا غنوريهم لكم في الاخير، يعني يد وحده كيمشيو عبار واحد. ما دابا حنا كنا خدامين راه وحده كتجي كبيره، وحده صغيره، وحده عامره، وحده ناقصه. هانتوما ضروري البنات خشيو من التحت داك الوديين. هذيك دارتها جليله راها خفاتها شويه صافي. هنا كما كتشوفوا انا غنعاود لكم وحده. انا كندير المونتاج بحال راني معاهم في الحصه، كان باقي عاقله. كنقطعوا بالمقص شويه داك العقد داك الورقه اللي كتبقى لنا في الجنب، ونبداو نلويو هكا. نحاولوا ما نزيروش بزاف، ونحاولوا ما نخليوهاش مرخيه. المهم انها ندهنوا بالورقه، وديك الورقه ندفعوها من التحت. هانتوما شفتوا الورقه ندفعوها كلهم، خصهم يجيوك هكا فاش ديريهم في دارك يجيو قد قد. هما هادو اللي درت انا، هاد الوحده بحالها انا نوريكم في الاخر في الصور ديال المحنشات، يعني خدمهم بيد وحده، يعني بوحدي كيكونوا بحال متساويين. صافي هنا غنديرهم في واحد اللاطه، ذوبوا الزبده، رابعه ديال الزبده، ودهنوهم مزيان. الفران يكون سخون شاعل من قبل. في هذه المرحله هنا راه شاعلين حنا الفران سخون البنات. وشدوا الزبده ودهنوه مزيان، ونقصوا النار وشعلوا عليهم من التحت وخليهم تيتحمروا، ولو عاوتاني ردوهم لتحت.
صافي هنا كما كتشوفوا الزبده غادي ندهنوهم بالزبده سخونه. هنا ما رديناهاش نوازيط، هي ذوبناها غلات شويه وعاودات. صافي غنبداو حيت بارد الحال البنات زربوا عليهم باش ما تجمد لكمش الزبده في الكاسرونه. صافي هنايا ناعمه غادي دهنهم مزيان. جاو زوينين البنات، غير هما قبلوا علينايا هذه محلوله شويه على حساب كل وحده دارت العقده بزاف وحده ما دارتش العقده بزاف. المهم ضروري في الحصه كيكون شي شويه د الاختلاف، ماشي مشكل. ملي غنحشوهم في الفران يطيبوا، ملي غيطيبوا هما هادو البنات جبدناهم سخانين، ديروا عليهم العسل وهما سخانين. هنايا رجعت عليهم السخونيه كما كتشوفوا. فران شي شويه غفلنا كانوا غيمشيو البنات. المهم الحصه اللي مزروبه هي هذه. لكن نتوما في ديوركم قابلوهم مزيان البنات، غير يذهبوا من الفوق جبدوهم والفران سخون. بداو تخويو العسل، نتوما ديروا العسل في شي جبانيه وديروا فيه واحد شويه ديال الماء زهر، خففوه باش ما يعذبكمش بحالنا حنايا في حصه يعني كنزربوا. هنا غنديروا لهم العسل مزيان البنات ونخليوهم يباتوا في الفران. حنا ما باتوش لينا في الفران، غير درنا العسل وقلبناهم. هذا راه ظهرهم البنات، بقينا كنقلبوا فيهم باش يشربوا. هذا راه ظهرهم كما كتشوفوا، راه كاينه حاشين زعما من تحت الورقه. هنا حنا قلبناهم شويه باش يشربوا. صافي شكلهم بصراحه زوين، حتى المذاق ديالهم كيجي يا سلام. انا ما حطيت لكم الشكل النهائي، تحذف ليا المقطع، لكني غنحط لكم محينشات في الطبق التقديم اللي كنت صايبت انا شكيلات، راني حاطاهم في القناه اللي بغى يرجع لهم. وشكرا لكم البنات كاملين. هادو نورمالمون دابا نتوما غادي ديروا لهم العسل، غتخليوهم في الفران سخون وطفيوه وخليوه في الفران يباتوا حتى لغد ليه عاد تلقاو داك العسل ما كاينش كاع، تلقاوهم شربوا العسل. هما هادو كما كتشوفوا، هادو البنات ديال اللوز مصايباهم في داري، هادو ديال الكاوكاو، هادو حتى هما ديال الكاوكاو. وبالصحه والراحه، مع السلامه.